ممكن نساله يعني ايه اقنوم اصلا. بص، هو انا شايف في نقطتين اساسيتين في الحوار عموما: معنى اقنوم، وهل الاب هو الابن. كده احنا نفهم هو الدماغ رايحه فين. هو الاب هو الابن، تمام. الاب هو الابن والروح القدس، مفيش فرق بينهم يعني. كل واحد مسيحي بيبقى فاهم كده، سبحان الله. يعني الاب هو اللي تجسد يا استاذ فلوس، هو طالما ربنا واحد يبقى اكيد الاب هو اللي تجسد. في الاخر هو اله واحد وهو اللي تحمل الالام بالناسوت. تمام. هي دي مش المشكله. هتفرق بقى، ما هو هي دي المشكله يعني. وهو اللي علق على الصليب وهو اللي مات. استاذ كروس، اللي حضرتك بتقوله ده كله غلط. الاب مش هو الاب، واللي مات على الصليب هو الابن مش الاب. ما هو الابن، صفه الابن هي يعني. واقنوم مش معناها الاب صفه تجسد بالمره. اقنوم مش معناها صفه. صفة الابن. لا، هي الابن مش صفه. الابن شخص، والاب شخص، والروح القدس شخص. ده منذ الازل بعيدا عن التجسد. انا اللي مضايقني بقى حاجه، ان حضرتك داخل بتقول لي اصل انا قريت في القران وانت ما، انا اسف والله مش قصدي تقليل منك، وانت ما قريتش الف ب في المسيحيه. دي ازمه يعني. كان الاولى ان انت تعرف ان الاب مش هو الاب، وان اقنوم ده يعني شخص، وان الله في المسيحيه 3 اشخاص، وان الاب مش هو الاب. تمام.